عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت أبدا، بيده الخير يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا عبد الله ابن عبدي الله، يا عبد الله ابن عبد الله، يا عبد الله يا حاج نوران ابن شريفة، يا عبد الله ابن حواء، اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وتشهد أن الحياة والموت حق، والقبر ونعيمه وعذابه حق، وأن منكر ونكير وسؤالهما حق، وأن الصراط حق والحوض حق، وأن الجنة والنار حق، وأن البعث والشفاعة حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. الآن قد صرت بين أطباق الثرى وبين عساكر الموتى، فإذا جاءك الملكان الكريمان الموكلان بك فلا يفزعاك ولا يرهباك ولا يهولاك ولا يعوراك، فإنهما خلق من خلق الله عز وجل. وإذا سألاك عن ربك وعن نبيك وعن دينك فقل لهما الله ربي ومحمد نبيي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمسلمون إخواني. قل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. على ذلك حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله من الآمنين. ثبتك الله بالقول الثابت، ثبتك الله بالقول الثابت، ثبتك الله بالقول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك ادخلي في عبادتي وادخلي جنتي. دعواهم فيها سبحانك والله وتحيتهم فيها السلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. فاتحة.